السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم يا أحلى وأغلى وأجمل متابعين ومشتركين مطبخ ماجي وجوجو. أهلا بكم في فيديو جديد. شايفين صينية الكوسة أم بشاميل دي؟ صينية وصفة تحفة وطعمها تحفتين. شايفين ما شاء الله الصينية، الكوسة لا نزلت مية ولا نزلت أي حاجة في الصينية، والكوسة مستوية، والبشاميل ما شاء الله ثابت عليها ازاي. بصراحة طعمها تحفة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكل البشاميل جربوها مش هتندموا. والوقتي قبل ما نقول على المقادير وطريقة التحضير، معاكم ماجدة عبد الرازق مطبخ ماجي وجوجو، ويلا نبدأ. في الأول هنجيب كسرونة عشان هنعمل البشاميل. هحط فيها مادة دهنية. أنا حطيت سمنة وزيت مع بعض. عندي دول 4 معالق كبيرة هرامية دقيق، معلقة الأكل اللي بناكل بيها، ونقلب مع بعضه. لو حسينا الدقيق كتير مثلا على المادة الدهنية بنزود مادة دهنية تاني. زي ما أنا كده يعني حسيت ان هو ناشف شوية الدقيق، فرحت مزودة مادة دهنية عشان يبقى سايح يعني معايا شوية ما يكلكعش. تمام بالشكل ده شايفين. واقلبه لغاية ما يغلي معايا ويستوى الدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. هطفي عليه النار بقى وهسيبه لما يبرد شوية، وبعد كده هضيف عليه الدقيق. طبعا انا طافية النار. اوكي، هضيف الدقيق اهو. هضيف اللبن ده لتر لبن، هنزل بنص الكمية الاول وهقلب علشان الدقيق يختلط مع اللبن. نقلب كويس بالمضرب. في المرحلة دي نستخدم المضرب. بعد كده هنزل ببقية اللبن، نقلب كله مع بعضه. بعد كده بعد ما نقلب وهشغل بقى النار ونقلب كويس بالمضرب. اوكي، نفضل نستمر بالضرب كده لما احس بقى اللي هو الخليط تقل. استخدم بقى المعلقة علشان اجيب الجوانب واللي في القاع. عندي البشاميل تقل بقى بالشكل ده. يغلي معايا لما يستوي الدقيق يبقى بالشكل ده. انا بحب يكون تقيل كده عشان يبقى ثابت على وش الصينية زي ما انتوا ما شفتوه في اول الفيديو. اوكي كده خلاص البشاميل استوى معايا. هغطيه بطبق بكيس باي حاجة عشان ما يعملش قشرة على الوش. بعد كده هنعمل العصاج. هجيب كسرونة احط فيها مادة دهنية، وانزل بالبصل المتقطع كده واحط عليه ملح وفلفل. تقلبتين 3 كده اروح نازلة باللحمة المفرومة. ده نص كيلو لحمة مفرومة. ونقلب مع بعض ونحط له ملح وفلفل. ولما اللحمة تيجي تستوى هنزل عليها بمعلقة صغيرة من ال7 بهارات بتديها تست حلو قوي. اوكي، ونقلب كله مع بعضه. لو حابين لو اللحمة كتيرة كده ممكن نشيل منها جزء. انا شلت منها جزء، لقيتها كتيرة. عندي الكوسة هقطعها بالشكل ده من غير ما اكحتها ولا حاجة. تبقى متوسطة السمك عشان تستوي معايا. هنزلها على العصاج ونقلب كله مع بعضه. اوكي، ونظبط طبعا الملح والفلفل، ولو حابين تحبوا اي بهارات حطوها. هقلبها كده كلها مع بعض تاخد وتدي مع بعض بشكل ودي، وحوالي 2 3 على النار كده. انا مشغله النار. نقلبها كلها مع بعضها. اوكي، وصفة لذيذة جربوها تعجبكم. بتتاكل طبعا جنب رز، تتاكل بالعيش زي ما انتوا حابين. نقلبها كده مع بعض مع العصاج. شايفين الكوسة شكلها جميل ازاي. هنقلب كله مع بعض. عندي هنا البشاميل هحط عليه ملح وفلفل، وهجيب بيضة برضه هحط عليها حبة ملح وفلفل صغيرين واقلبها. البيضة هنا بتدي تست حلو قوي للبشاميل وتخليه يتحمر بسرعة. هنقلب الملح والفلفل مع البشاميل. بعد كده هننزل بالبيضة
ونقلب كله مع بعضه ونظبط الملح. نقلب كله مع بعض. لو مش حابين تضيفوا البيضة دي مش مشكلة. هنجيب صينية بقى مش مدهونة وهنحط فيها خليط الكوسة مع الكوسة مع اللحمة المعصجة بالشكل ده، ونسويها. نحاول نسوي الصينية بالشكل ده. بعد كده هننزل عليها بالبشاميل. شايفين الكسرونة بتاعت البشاميل لا لزقت ولا عملت اي حاجة خالص. هنفرد البشاميل على وش الصينية بالشكل ده. طبعا انا مسخنة الفرن قبل كده عشان احط فيه الصينية، وطلعت بالمنظر الجميل ده وشكلها الرائع ده. وصفة سهلة، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. وصفة النهاردة خلصت، لكن وصفاتي لسه ما خلصتش. كنت معاكم مجدة عبد الرازق، مطبخ ماجي وجوجو. أسيبكم في رعاية الله وأمنه. مع السلامة.